هاتيلي بقى كوباية العسل اللي عندك وتعالي نعمل بيها وصفة اختراع، بجد هتعجبك ومش هتبطلي تعمليها. كالعادة حبايبي متنسليش من دعمكم بلايك وشير على الفيديو وتعليق حلو زي قلوبكم. اللايك مهم جدا عشان يرفع الفيديو. يلا نسمي ونصلي على رسول الله. اول حاجة كده انا جبت طبق وحطيت فيه كوباية من العسل الاسمر. بعد كده هحط عليها نص كوباية من السمنة. نص كوباية يعني ايه سمنة بدرجة حرارة المطبخ. لو الجو ساقع يعني هتسيحيها حاجة بسيطة على النار كده. هحط هنا بيضاية وحط عليها فانيليا. فانيليا اللي هي الفانيليا البودر. لو حابة تحطي فانيليا سايلة مفيش اي مشكلة. هجيب المضرب بتاعك بقى خلطي دول كلهم مع بعض كده، بحيث انه يبقى خليط واحد كلهم يدخلوا مع بعض كده. بالمعلقة بقى بالمضرب اليدوي زي ما انت عايز. اهو بقى خليط واحد. هنبتدي هنا نحط معلقة كده مليانة من الكاكاو الخام. كاكاو خام من عند العطار، مش الكاكاو اللي هو المحلى، لا في كاكاو خام كده بتجيبيه من عند العطار، الكاكاو البني ده. بس كده هتقلبي المعلقة الكاكاو دي مع بقية المكونات لغاية كلهم ما يبقوا ايه خليط واحد زي ما انت شايفة كده. هنحط بقى هنا كوبايتين ونص من الدقيق. معايا كمان نص كوباية لو احتجتها هحطها. اهم حاجة كده قبل ما نحط الدقيق لازم ننخله كويس علشان برضو ندخل فيه هوا كده ويكون الحاجة اللي انت بتعمليها هش. هحط هنا معلقة كده ممسوحة من البيكنج باودر. تمام كده. وهقلب بقى كل المكونات بتاعتي. احلى حاجة في الوصفة بتاعتنا بقى ان هي ما فيهاش سكر وصحية كده وحلو. لو عايزة تغيري الدقيق بدقيق اسمر مفيش اي مشكلة. هنبتدي بقى نخلطهم كلهم مع بعض كده بالمعلقة. لو حسيتي بقى ان هي لسه بتلزق معاكي هنضيف بقية نص كوباية اللي احنا سيبناها في الاول. هنشتغل بقى بايدينا علشان نشوف القوام العجينة كده ظبط معانا ولا لسه بيلزق قوي ولا هو ناشف ولا ايه. لازم كده ايه نحط ايدينا في العجينة. بصوا انا هبتدي بقى ادخل كده، ولو حسيت بصوا بقى انا بجرب بايدي التانية، لو حسيت ان هي لسه ما لفتش معايا كده بزود كمان شوية الدقيق اللي فاضلين دولت. لو لقيتيها لفت معاكي وبقت كورة مش بتلزق في ايدك خلاص ما تحطهمش. هي اخدت معايا كده العجينة 3 كوبايات، 3 كوبايات من الدقيق. بصوا بقى انا بغسل ايدي وبعد كده اختبرها، يعني مش بختبرها بقى وايدي في العجين كده، لا مش هتعرفي ان انت تظبطيها. اغسلي ايدك وبعد كده شوفيها بقى هتتكور على ايدك ولا لا ولا لسه بتلزق قوي. بس كده خلصت قوام العجينة بالظبط كده. ده اللي انا عايزاه. هجيب بقى الصينية بتاعتي. عايزة تمسحيها مسحة بسيطة من الزيت كده مفيش مشكلة، عايزة تحطيها كده هو مش هيلزق معاكي. هتبتدي ان انت تكوريه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تملي بقى الصينية بتاعتك كده كور، كور من العجين. بصوا كور صغننة كده مش كور كبير قوي من غير ادوات للتشكيل خالص. بصوا عارفين اللي هي ايه اللي احنا بنشكل بيها الكحك دي. انا جبتها وضغطت كده على الكور بتاعتي ادت معايا الشكل الحلو اللي انتوا شايفينه ده. لو ما عندكيش دي ممكن انك تجيبي الشوكة وتشكلي بالشوكة كده هيبقى سهلة خالص برضو. بصوا شكلها حلو ازاي، تحفة. هتضغطي عليها بس كده انت كورتيها وبعد كده ايه هتضغطي عليها كده بالشكل اللي هو احنا بنعمل منها به الكحك ده. شكل القطعة ده وهي بتدي معاكي الشكل الحلو ده. بصوا شكلها حلو ازاي. بس بقى تسخني الفرن بتاعك يكون الاول سخن. بعد كده هتدخلي الصواني بتاعتك وتشغلي من تحت. لو احتاجت ان انت تشغلي عليه من فوق شغلي من فوق على درجة حرارة متوسطة لما يبقى معاكي حلو كده. حابة تخلي قوامه زي قوام الكيكة ممكن انك ايه ما تطوليش عليه في السوا، او حابة تعمليه زي القوام البسكوتي العادي اللي هو ايه بيقرمش من بره وطري من جوه. سيبيه بقى على حسب بقى التسوية اللي انت حباها. بصوا بقى بعد ما استوى معايا بقى تحفة شكله كده. قدمته بقى بألف هنا وشفا، بجد حلو قوي في السهرة كده او الصبح مع كوباية شاي هيعجبك، او كمان مغذي للعسل كله فوائد ومغذي جدا وشكله تحفة في التقديم كمان. بصوا ما شاء الله. بصوا القوام بتاعه عامل ازاي من جوه هش. وعايزه اقول لكم الريحه بس كده وانت بتخبزيه في الفرن بجد ريحه العسل الاسمر دي بتبقى ماليه الدنيا كلها. عملت معاكم وصفات كتير بالعسل وكانت عاجباكم الفيديوهات دي قوي فقلت بقى اعمل لكم منها فيديوهات تانية. يا رب يكون عجبكم الفيديو. متنسوش يا بنات تحطوا لي لايكات وشيروا مع اصحابكم وتعملوا متابعه للصفحه. وان شاء الله اشوفكم في فيديوهات تاني. مع السلامه.